اتعرف باسم حضرتك؟ احمد ماهر من مصر عشان ايه راي حضرتك في المحاكمات اللي اتحكم فيها على مبارك والعدلي بالمؤبد وتعديل البراءه وانقضاء القضيه مع علاء وجمال وحسين سالم؟ اكيد مسرحيه طبعا ومحاكمه ادبيه، واحنا مش راضيين عن الحكم باي حال من الاحوال. لازم تشكل محكمه ثوريه، ولازم الثوره دايما هي اللي تحكم في اي حته في الدنيا. لما تكون ثوره لازم هي اللي تحكم، مش هنخضع لاي قوانين ولا اي دستور ولا اي مسرحيات تراجع فيها المجلس العسكري. شايف المجلس العسكري هو اللي قائد البلد للانهيار اللي احنا فيه ده؟ اكيد طبعا، كل ده صح. كل اللي هو بيسوي مصر المدن الانتقاليه فكل ده عشان يحمي نفسه ويأمن الناس اللي موجوده في السجن، عشان يحمي مصالح امريكا ومصالح الخارجيه، عشان عاوز يبقى في ثوره، مش عاوز ثوره تنجح باي حال من الاحوال، لانه مش عايز بالمعنى الاصح مش عاوز يعمل رقبته للثوره المصريين، لانه هو غلط في حق الشعب الاساسي. شايف الاخوان المسلمين بيساعدوا على هذه الفوضى اللي احنا فيها؟ الاخوان المسلمين بيساعدوا فيه، الاخوان المسلمين احنا اولا باعونا كتير في اكثر من مكان، باعونا في محمد محمود، باعونا في مجلس الوزراء، باعونا في تسجيله، باعونا لما البنت اتعرت وقالوا ايه اللي وداها هناك، باعونا في وزير القضاء المصري لما طلعت العضو المحترم عضو مجلس الشعب من الاخوان قالت ان هم ما عبروش عن نفسهم ايه اللي وداهم هناك، مع انهم في نفس الوقت بينزلوا هنا المنتخبات ونواب الحريه والعداله وقيادات الحريه والعداله بينزلوا وزي ساعتها احنا بننزل معاهم بنقول كل اللي وداهم. ودلوقتي احنا بنقدم طالبين منهم ضمانات عشان اعرف اصل بعد كده. سجلت في 2012 25 يناير 2012 تحتفل بالثوره، ثوره ايه اللي كنت بتحتفل بيها؟ ومال الشهداء كانوا بيعيطوا قدامهم في الميدان وهم شغالين هيسيبوا يحتفلوا. وبعد ما خلصوا تحت طبعا شغل القران وعلقها على الاخر، يعني حتى ما احترمش راي الاخر انه يعبر عن رايه. انا من حقي ان انا ما اخدش فيه، من حقي ان انا اطلب منه ضمانات، ومع ذلك مش موافق على الضمانات. عايز ياخد كل، عايز مجلس شعب، مجلس شورى، محليات، جمعيات تاسيسيه، رئاسه الجمهوريه. طب ليه؟ طب ما تسيب فرصه للاعاده، تسيب فرصه لبقيه القوى الثوريه والوطنيه الثانيه. لو قدامك دكتور محمد بديع المرشد العام ممكن تقول له ايه؟ اقول له يا ريت تعيش حساباتك تاني، يا ريت تفكر في حاجات تعملها تعيش بيها في الشعب من الاخوان، لان الاخوان انا عارف انهم كويسين، بس انك تفكر في كرسي بس دي حاجه يعني مع احترامي بتخلينا نكره الاخوان. شايف ان هم ممكن يفوقوا قبل انتخابات القعده؟ لغايه دلوقتي من الواضح ان هم مش هيفوقوا، حتى لما اتكلمنا في فكره مجلس رئاسي مدني مرسي رفض الفكره، انا مش عارف ليه رفض. لو انت فعلا قلبك على البلد دي اخر فرصه، دي اخر فرصه جايه. انت كده كده لو مصر كلها دي مرسي التفريق هياخدها في الفريق، زي ما وصل للاعاده التفريق هياخدها في الفريق، وساعتها مش هنعرف نتكلم حتى لو الثوره ثانيه ولا خلاص الثوره ماتت. شايف في حاله نجاح شفيق الاخوان هينزلوا يطالبوا بالثوره ومجلس رئاسي عكس ما هم رافضين دلوقتي؟ اكيد طبعا، هو مش هيبقى قدامهم حل ثاني، وساعتها احنا اول ناس مش هنقول لهم احنا لان احنا دلوقتي بنموت ايديكم وتنزلوا معانا، بنموت ايديكم، ده اخر امل، ده اخر امل للثوره، ده اخر امل عشان نرجع حق الناس اللي ماتت. تقول رساله كده لاهالي الشهداء والمصابين؟ بقول لهم يعني دم اخواتنا والناس اللي راحوا الميدان احنا مش ناسيين، واحنا معاهم لاخر يوم في عمرهم، يا حقهم يرجع يا احنا نموت زيهم، لان احنا حلفنا في يوم من الايام ان دم الناس دي كده. رساله للناس اللي في البيت اللي مش مقتنعه وشايفه ان ده بيعطل اقتصاد مصر وشايفه ان ده تهريج. انا مش هقول له رساله، انا عاوزه هو يقول لي رساله، انا عاوزه هو يحكم على الوضع، يتفرج ويشوف لما اللي قتلوا الثوار ياخدوا براءه، لما يطلع القاضي يطلع نواب يعني مساعدين العدل براءه ويقول لك ان اللي ماتوا ما فيش ادله تثبت انهم ماتوا على ايدي الداخليه، طب ماتوا ازاي؟ انتحروا. طب انا عايز هو يتفرج ويحكم، عاوز يشوف لما شفيق يوصل للاعاده وهياخد رئاسه الجمهوريه ايه الثوره اللي حصلت، عاوز يشوف لما هم بيعملوا ازمات بنزين وازمه عيش وازمه دولار، كل دي ازمات مستعمله عشان يكفروا الناس بالثوره، كل ده حمايه للنظام. عاوز هو اللي يقول لي، عاوز هو اللي يقول لي اعمل ايه، يعني اللي قاعد في البيت وتلاقيني مثلا ان انا داخل البلد او انا بوقف عجله الانتاج، طب انت قول لي اعمل ايه؟ اعمل ايه لما اشوف اخويا مات في الميدان ومش قادر اعمل له حاجه، لما اشوف اللي قتله بيطلع براه، هو لو شايف حاجه اصح من اللي انا بعمله يقول لي عليها، بس انا مش هتنازل، انا لحد اخر يوم في عمري هفضل واقف واهتف حق الناس اللي ماتت، ولو انا مش مقتنع باللي هو بيعمله هفضل اطالب له بحقه. بتدعوهم للنزول ويقفوا جنبك او يجوا يتفرجوا ويشوفوا انت غلط ولا صح؟ انا واقف بنده بحقي وحقه، بس انا مش هتكلم باسمي، اكيد هو لازم ينزل يتكلم باسمي. شايف مين ممكن يبقى رئيس مصر القادم؟ والله لا اصلح ان الشعب يختاروا رئيس مصر القادم، بس شرفوا في البلد كتير، اللي وقفوا مع الثوره كتير، اللي مواقفهم وتاريخهم بيتكلم عنهم كتير، انا مش هتكلم عن حد بعيد، بس الشعب يعني الشعب واعي وفاهم ويقدر يختار نفسه. شايف ان الدستور الاول يحل مشاكل كتير؟ اكيد طبعا، يعني رئيس من غير دستور ما يعني ما حدش يوصل سمك في ميه، ملوش صلاحيات، انت مش عارف الدستور ده حضرتك هيبقى مثلا النظام الرئاسي ده برلماني رئاسي، طب هيجي على اي اساس؟ مش عارف صلاحياته ايه. شايف ان المجلس العسكري ممكن في يوم من الايام يسلم السلطه؟
والله هو مش هيسلمها غير لما الشعب كله ينزل، مش هيسلمها غير لما نصعد، مش هيسلمها غير لما الناس تؤمن بالقضيه، مش هيسلمها غير لما الناس فعلا تحس بامهات الشهداء اللي لغايه النهارده يعني قلوبهم ما بتدش على دم ولادهم اللي ضحوا بعمرهم وبالايام اللي فضلهم عشان حاجه، عشان ناس يعني مع احترامي ليهم انا هقول ما تستاهلش. شايف من وجهه نظرك ايه ممكن يكون التصعيد بعد المظاهرات او الهتافات؟ والله بعد كده احنا هنضطر مثلا نعمل مسيرات تنفيذيه، ممكن نعمل مسيرات في الداخليه من جديد، ممكن نعمل مسيرات لوزاره الدفاع، وساعتها ما حدش يلومنا لان احنا عملنا اللي علينا، واحنا عملنا سلميه وعملنا سلاسل ثوره وهتفنا وعملنا كل اللي نقدر عليه، غير كده احنا خلاص مضينا مش هينفع نستقبله اكتر من كده. المره دي بجد مش هنسيبها لحد. بتقول لكل مصر شريك ايه؟ حكم عقلك وضميرك، فكر انك لا قدر الله كان ممكن في يوم من الايام يعني ابنك اخوك حد عزيز عليك ان هو يتحط في موقف زي ده، ساعتها ما كنتش تقعد في البيت وتقول ايه اللي وقتنا ايه، ساعتها ما كنتش تقعد في البيت وتقول ده بلطجيه ولا مخربين، ساعتها كنت هتنزل معانا هنا وتصالح حقك. شايف نور الصبح جاي؟ والله انا مبدئي اللي بيأس خير، طول ما فينا يعني طول ما بنتنفس وربنا كان يدينا عمر اكيد يعني. شكرا. تعرف حضرتك؟ علاء فتاح. ايه رأي حضرتك في الحكم اللي صدر ضد مبارك والعدلي؟ حكم ملوش لازمة. وايه رأيك في انقضاء الحكم على جمال وعلاء والباشا حسين سالم؟ معنى كده ان ثورة مات. طب حضرتك ايه رأيك في المجلس الرئاسي الاقتراح الجديد اللي ظهر في ثورة والله 25 الجديدة؟ تفريغ الانتخابات اولا. تمام. دي اول حاجة، وشايف الشهور العدل السياسي عشان تفريغ الانتخابات، وبعد كده نقول مجلس رئاسي. شايف الاخوان ممكن يبيعوا البلد؟ لا مش شايف كده. طب شايف الاخوان ايه؟ شايف الاخوان ناس يقولوا خايفين بس عشان عاوزين يكروشوا على الحكم. ولكن خوف اللي هم قضوا 80 سنة في السجون ومطرودين على طول، مطاردين على طول. رسالة لأهالي الشهداء. اقول لهم من دم ولادكم مش هيموتوا. والمصابين اقول لهم هنرجع لكم حقوقكم تاني. والشعب المصري اللي خايف ينزل الميدان او مش معترف بالميدان. الميدان هو الشرعيه، ومحدش يقول اللي قاعد في البيت هو ده الشرعيه بتاعت التنفيذ الشرعيه من الميدان، واللي نزل الميدان هو اللي يقول رايه، هو اللي ينفذ قراره. مجلس الشعب وقراراته ضعيفه. طب تطلب منه ايه؟ اطلب منهم يطلعوا كل القوانين اللي مركونه في قلب الاجراء. النائب العام هي تهم الشعب. رايك في النائب العام؟ متواصل. لجنه الانتخابات الرئاسيه؟ مدوره. شكرا. لان لجنه تلغي قانون اصدر خلاص هي لجنه مدوره. شكرا. شكرا سعيد. تعرف حضرتك؟ شغال؟ ايه رأي حضرتك في الحكم ضد مبارك حبيب العدل بالمؤبد؟ حكم بالبراءة واعدام الثوار. وايه رأيك في انقضاء الحكم على حسين سالم وولاد مبارك؟ حساباتهم غلط لان اساسا الاتفاقيه اتعملت في 2000 بدا تنفيذها في 2004. رايك في المجلس العسكري؟ هو حسني مبارك. النائب العام؟ حسني مبارك. لجنه الانتخابات الرئاسيه؟ لجنه بتفصل لهم القوانين زي ما هم عايزين. الخمس السوريه العليا؟ هي حسني مبارك. طب ايه راي حضرتك في الثوره اللي هي اتولدت من جديد دلوقتي؟ الثوره اساسا اعتقادي او في رايي انا الثوره ما عملتش، يعني الناس لسه لحد دلوقتي بتتخانق على الكرسي. لو الناس بطلت تتخانق على الكرسي وبصت للبلد في الوقت ده اقول لك الثوره هنا. قصدك الاخوان؟ ما بتكلمش على تفصيل بعيد. طب ايه رايك في اداء الاخوان؟ اداء باهت. وترشيحهم لمحمد مرسي؟ تعويض عن خروج خيرت الشرطه. اداء البرلمان؟ منزوع الدفع. كمال الجنزوري؟ ربنا يديله الصحه. لا رايك فيه ايه؟ ما يديله الصحه. الراجل ادى مهمته في الفتره الاولانيه، الفتره الثانيه دي جاي ينفذ السريه بتاعه المجلس العسكري. رساله للاسر السوداء؟ دم لكم سبب. المصابين؟ حقكم في رقبتكم. الشعب المصري قاعد في البيت وضد الوقوف من ده التحريك؟ جزء خايف وجزء متعسف. رسالتك ليهم؟ رجاء
الباص تنزل تشوف، ما تشتركش، انزل وشوف. عجبك استمر في الميدان، ما عجبكش اقعد في البيت اتفرج على الميدان. فكره المجلس الرئاسي فكره مستصاغه وكويسه اذا اتعملت بدون اغراض لخدمه البلد. رايك نعمل دستور الاول ولا نكمل في الصندوق؟ الاساس الاول يبقى فيه دستور، وبعد كده تعمل عليه كل حاجه، قوانين وانتخابات ومجلس الشعب ومجلس الشورى ان كان ليه صلاحيه. قصدك الغاء كل ما صدر من سنه ونص؟ على فكره ما فيش حاجه صدرت من سنه ونص، كل ده بيهدد الشارع، كل اللي بيحصل تهدئه للشارع. شايف ان ده مجرد تفويض؟ فيلم هندي. شايف ان الشعب يقدر يلغي الفيلم ده؟ يقدر، بس هتبقى في ضحايا كتير. شكرا. تعرف اسم حضرتك؟ هيثم صلاح. شغال في شركه؟ شغال صيدلي في الشركه المصريه لدراسه البيئه. ايه رايك في الحكم على مبارك وحلول العدل بالموضوع ده؟ حكم فيه وبراءة مساعدين العدل وانقضاء الحكم على جمال وعلاء شخصين ثالث. قضاء عسكري. ايه رايك في اداء النائب العام؟ المجلس العسكري خايف من الاخوان. ايه رايك في الاخوان؟ طماعين جدا. عاوز اكثر وضوح. دلوقتي الاخوان ما بين المطرقه والسندان، الشعب بيضغط عليهم وهم اساسا خايفين، وهم بيتخبطوا مش عارفين القرار الصح اللي ياخدوه ايه. شايف هم قد السلطتين التشريعيه والتنفيذيه؟ ما اقدرش احكم اذا كانوا قد السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، بس ما اعتقدش ان حد في مصر قد الاثنين لوحده ايا كان مين هو يعني. شايف ان هم بني ادمين عاديين وممكن يتاثروا بالسلطتين؟ طبعا. ويعيدوا نظام الحزب الوطني من جديد؟ مش يعيدوا نظام الحزب الوطني يعني، هم انتمائهم للاخوان المسلمين، ما بتكيش على وطنيتهم حد، بس هم انتمائهم برضه للاخوان المسلمين. شايفهم سبب اللي احنا فيه دلوقتي؟ سبب ايه من اسباب المشكله اللي احنا فيها؟ جزء كبير من مشكلتنا حاليا الاخوان المسلمين. ايه رايك في مجلس الشعب؟ مجلس الشعب لا يرقى ان يكون مجلس الشعب. وزير الداخليه الحالي راجل محترم وطني. رئيس الوزراء راجل وطني. ايه رايك في حكومه شرف؟ ضيعت علينا حاجات كتير قوي. سمير رضوان وزير الماليه متخاذل. طب ممكن تقول رساله لاهل السنه؟ رساله لاهل السنه دم ونفسه مش هيروح اكيد طبعا. شايف ان الرساله ممكن توصل للمره الثانيه وربنا يقف معانا ويعيد المجد ثاني؟ صعبه ان بلد تاخد طريق ديمقراطيه وترجع تتراجع عنه. شايف الفوضى بعد الصندوق مع مرسي وشفيق؟ يعني ايه فوضى بعد الصندوق؟ يعني بعد مكسب واحد منهم عن طريق صندوق الديمقراطيه زي ما بيقولوا هيبقى فوضى، سواء ده نجح او ده نجح هيبقى في بعض الفوضى، بس فوضى شفيق هتبقى. شايف ان الاخوان هيتراجعوا في كلامهم بعد ما مرسي يسقط في الانتخابات اللي جايه؟ الاخوان يعني بنحسبهم على خير، بس انا ما لمستش حاجه في ايديا عشان اقول له اوكي على اللي هو بيعمله او على اللي هيعمله. لازم في ضمانات، مش عيب ابدا ان الضمانات تبقى مكتوبه، ومش عيب ابدا ان تبقى ضمانات عند حد يحظى باحترام الشعب المصري كله وليكن شيخ الازهر. مش عيب، انا مش شايفها عيب. لو قدامك المرشد دكتور محمد بديع تقول له ايه؟ هقول له ما كانش له لازمه ابدا ان نضيع الكلمه على الهواء. لو قدامك دكتور محمد مرسي مرشح للاخوان في انتخابات الرئاسه هقول له انت لا تخطئ. لو قدامك احمد شفيق هقول له بره يا كلب. انت كله بتجاوب معانا؟ لا بره يا كلب. رساله للناس اللي في البيت اللي مش مقتنعه بالثوره او بالنزول اللي ميدان التحرير حاليا وشايفين ان ده فوضى وتعطيل للامور واقتصاد الدوله هينهار. تعطيل الامور قد ما هم معاهم جانب من الحق. شايف ممكن تطمنهم ازاي؟ على الوجه الخاص ان
ان قوة الثورة تتحد، وقوة الثورة يبقى ليها كلمة واحدة، والموضوع مش في ايد قوة الثورة، لان ما حدش في ايديه اي صلاحات غير الاخوان المسلمين. البلد مقسومة ما بين حتتين، المجلس العسكري والاخوان المسلمين. اللي بينتمي لينا وجزء مننا هو الاخوان المسلمين. لو هو شايف ان هو قوي وان هو يقدر يفتح البلد، فمش هيبقى عنده غضاضة ابدا ان كل الناس تشارك معاه. يعني غير يعني ما انت عملت ثوره لوحدك ومش بتتحاسب عليك لوحدك، حتى لو نتائج الصندوق وكيت ليك مش ده معناه ان انت لوحدك، بدليل ان انت في الرياض خدت 25% بس. فدي مسج واضحه من الناس. لازم الاخوان المسلمين للاسف الشديد الضغط عليهم مخليهم لحد كبير في مرحله من عدم الالتزام، ومفيش قرار، في قرارات كتير غير صائبه، واعلامهم ضعيف جدا جدا جدا. شايف ان هم ممكن يفوقوا قبل انتخابات العادة 16 و17؟ والله اتمنى الكلام ده يبقى فيه شفافيه وفيه وضوح، وهو اللي اخطا في حق الشعب، وهو اللي محتاج ان الشعب يثق كلامه، ولو الآلية اللي شايفها الشعب عشان يثق كلامه انه يمضي على ورق ويحطه عند ماني وثمن، المفروض ما يعرفش. شايف الاخوان بهيمنته ممكن يتنازل عن السلطه التنفيذيه بسهوله؟ حق اي حد يقول للاخوان ازاي اقول للاول اتنازل؟ ما بقاش فيه. وازاي اقول للناس تتراجع على الانتخابات؟ العالم كله يقول علينا ايه؟ شايف مين يصلح يبقى رئيس جمهوريه في مصر حاليا؟ منين؟ من الرؤساء المرشحين؟ من اي حد، اي اسم بس يكون مشهور على الاقل. نبيل العربي. شكرا.